السؤال ده هو جاي بيقول لك الراجل الطالب ده جاب 400 اون سات، وهو حط خطه انه هيزود مجهوده 1% each day لحد ما يوصل لكام؟ 800. حضرتك على طول فهمت ان انا عندي البرسنتج رول، الاماونت تايم 1 بلس البرسنتج اول باور تي، والتي ده اللي هو التايم. التايم اللي معاك كام؟ 400 تايم 1.01 لانه هيزود 1% each day. all باور تي الكلام ده ايكوال 800. اعمل ديفايدد 400 يبقى 1.01 all باور تي equal to 1% اللي هي 0.01. طيب all باور تي equal to، هو عايز يعرف التي دي بكام. طبعا ليك حل انك هتعملها شيفت سولف، يعني هتحلها شيفت سولف. هقول لك على طريقه افضل ما تحلها شيفت سولف. خد لوجاريزم الطرفين، يعني يبقى تي equal log 2 over log 1.01 على الكالكوليتر بايقونه الفراكشن. ايوه طلعت 69.6، يعني الانسر دي. ركز معايا في الحته دي والموضوع ده هيبقى حلو قوي بالنسبه لك. خلاص، ويعديك من موضوع الشيفت سولف اللي بعضنا بيلاقي فيه صعوبه. خليك معايا كده. انا عارف القاعده بتقول لي في الاكسبوننت لو البيز ايكوال البيز يبقى الباور ايكوال الباور والعكس صحيح. كويس؟ يعني انا لو جاي بقول لك 2 باور 3x minus 5 equal 16، يعني 2 باور 3x minus 5 equal 2 باور 4 اللي هي 16. البيز قد البيز يعني الباور equal الباور. طبعا دي تروح مع دي يبقى 3x minus 5 equal 4، يعني الاكس equal 3. طبعا احنا متفقين ان احنا مش بنحل ستيب باي ستيب، المينتاليتي عندي اعلى. يبقى القاعده بتقول لي لو البيز قد البيز يبقى الباور قد الباور والعكس صح. اوكي، هو جاي بيقول لي ان 2 باور 3x minus 5 equal 16. انا عايز البيز قد البيز. ال 16 اللي هي 2 باور كام؟ 2 باور 4. طيب يبقى 2 باور 3x minus 5 equal 2 باور 4. شيل البيز مع البيز، يعني 3x minus 5 equal 4. اوكي؟ طبعا هنقل دي بعكس الساين، يعني 3x equal 9، الاكس ب 3. انا بشتغل منتاليتي اكتر ما بحل بالستيب. كويس؟ طيب جالنا قال لي ان 2 باور اكس ايكوال 5. قاعده بتقول لي لو البيز قد البيز يبقى الباور قد الباور والعكس صحيح. طبعا انا مش هقدر اعرف ال5 دي اللي هي 2 باور كام. خليك معايا بقى. يبقى الاكس ايكوال لوج 5 اوفر لوج 2. على الكالكوليتر طلع لي انسر، يطلع ان الاكس ايكوال 2.32. تمام؟ والسؤال اللي معانا الانسر دي. خلي بالك من دي، حطها عندك في برواز واكتب ان دي نوت.